ايه اللي ممكن يخلي اخت الزوج انها تطلب الطلب البجح ده من زوجة اخوها وبكل بجاحة وبكل جراءة؟ تقول لها ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة لو سبتيني الليلة دي انام في النص ما بينكم؟ انا لا حس ولا خبر يا شيخة، انا مش هعمل اي صوت خالص. فعلا ايه المشكلة لما تسيبيها تنام في النص؟ فعلا ايه المشكلة لما كل زوجة اخ تسيب اخت جوزها يتنام في النص ما بينهم؟ انتوا يا جماعة مكبرين المواضيع اوي كده ليه؟ اسمعوا اللي حصل. اللي بعت النهاردة المشكلة بتاعتها دي بتقولي انا وقعت مع عيلة غريبة من نوعها، انا هموت من اللي بيحصل، انا مقهورة، انا مش مصدقة نفسي. اول مرة اشوف علاقة اخ واخته بالطريقة البجحة دي. بتقولي كان قبل الجواز شيء وبعد الجواز بقى شيء تاني خالص. اخته 24 ساعة قاعدة عندنا في البيت بحجة انها وحيدة وما عندهاش اخوات وهو اخوها المقرب، وبحجة ان عيب ان نسيب اختي تحت لوحدها قاعدة مع ماما وما تطلعش تقعد معانا. هو ينفع ان ليلة الدخلة اخته تبقى قاعدة معانا في البيت؟ فضلت قاعدة معانا لحد الصبح وهو ولا على باله، وكل اللي قالهولي معلش يا حبيبتي هبقى اعوضك اليوم ده، بس خليها قاعدة عندي الليلة دي فرحانة اوي. وفضلت بايتة عندنا في البيت فعلا شوية وتخبط باب الشقة علينا عشان عايز تيجي تتغدى معانا، وخدي على كده بقى تقضي اليوم كله عندنا. تخش اوضتي تلبس هدومي، احاول ابين لها انا متضايقة، بتتعامل على انه بيت اخوها بقى وحاجة اخوها. وصلت بيها البجاحة ان دهبي تلبسه وتخرج بيه. ولما امسكها وهي على السلم اقول لها هو دي مش السلسلة بتاعتي؟ تقولي اه ما انا خدتها من التسريحة فوق، انا هلبسها واخرج بيها وارجعها لك ما تقلقيش. لحد ما في مرة قفشت قلت لزوجي ازاي اختك تاخد دهبي تخرج بيه؟ قال لي ايه المشكلة؟ ما تسيبيها تخرج بيه، ده انا اللي جايبه، انا جايبه لينا كلنا نستمتع ونلبس، دي اختي، ما تخافيش هي امينة جدا وهتحافظ عليه ما تقلقيش. قلت له لا انا مش قصدي حاجة، انا بس خايفة يقع منها. قال لي ايوه، ما انت قصدك ايه؟ اوعي تكوني فاكرة يعني قصدي كلمة، يعني فاكرة كلمة أمينة دي هتسرقك. لا أنا قصدي أمينة إنها مش هتضيع الذهب، لكن أختي مش حرامية. قلت له لا أنا ما قلتش أختك حرامية، أنا قصدي يعني إن ده ذهب يعني ذهبي. قال لي وأنا بقولك ما تقلقيش أي شيء هيحصل أنا هعوضك، سيبيها تاخد اللي تاخده، ودايما سيبيها تفتح دولابي تاخد فلوس من شنطة ايدي وتقولي اخويا قال لي خدي، ولما اقول لها طب بعد اذنك قوليلي تقولي ما احنا عادي يعني، وتزعل وتتقمص. الاقيه كلمني يقولي ايه المشكلة لما تفتح الشنطة تاخد؟ انا حاطط الفلوس دي في شنطتك لينا كلنا، واختي مش غريبة، بعد اذنك بطلي الحزازيات اللي ما بينك وما بينها، اتعاملي كده مع اي حد الا اختي. اخته مديها كل الصلاحيات اللي في الدنيا يا جماعة. تخيلي انتي متجوزة جوزك مدي صلاحيات لاخته في كل حاجة، حتى غرفة النوم ادق التفاصيل تخش جوه وتعرفها. تقولي انا عروسة ما بقاليش شهر
وعلى الوضع ده أخته معانا في البيت ليل نهار، خلافاتي كلها معاه بسبب أخته. أنا ما بلحقش أتخالف معاه. كل شوية أخته عايزة تيجي تقعد معانا، بتقولي ده وصلت إن إحنا كنا قاعدين مع بعض قعدة رومانسية، باب الشقة خبط لقيته قام فزع وراح لبس ودخل أخته. اقعدي يا أختي اقعدي. بتقولي أنا هموت وأعرف إيه القوة اللي ما بينهم في العلاقة الأخوية، إن بالطريقة دي يحترمها ويقدرها قوي كده. بتقولي أنا شاكة إن في شيء بس مش قادرة أحط إيدي على الشيء ده. بتقولي طبعا تخش المطبخ تطبخ اللي هي عايزاه وتاكل اللي هي عايزاه وتاخد من البيت وتنزل تحت ومامتها تطلع فوق، بس أخته هي اللي قاعدة عندنا النهار. بتقولي وضع مريب حكيم، لحد ما في يوم أنا صدمت واتفاجئت بالصدفة البحتة لما عرفت إن دي مش أخته. قلت لها يعني إيه مش أخته؟ قالت لي يعني مش أخته، وده اللي كان مأكد ظنوني ومخليني شاكة. قلت لها أنا مش فاهمة بجد. بتقولي مامة زوجي اللي هي حماتي زمان قوي لما اتجوزت اتأخرت في الخلفة جدا، وكان نفسها في طفل بأي طريقة. راحت الملجأ واتبنت الطفلة دي وأخدتها من دار الأيتام، ربتها عندها لحد بعد ما عدى 7 سنين حملت في ابنها اللي هو زوجي دلوقتي. فدي كده أصبحت أخته، ولكن شرعا ودينا هي مش أخته، لا راضعين على بعض ولا هما من بطن واحدة، يعني دي مش أخته. طبعا هتقولولي انت عرفتي الموضوع ده منين؟ بتقولي البنت أنا من طريقة الكلام والحوارات اللي دايرة في البيت. أنا في مرة سمعت حماتي بتتكلم على بنتها بصيغة إنها مش بنتها، والورث ومش الورث، وهندخلها في الورث إزاي، والبنت مش بنتي ومش عارفة إيه. تقولي أنا هنا استوعبت ولميت الموضوع كله. تقولي طبعا أنا آخر واحدة يعلم الموضوع ده في البيت، وهنا بدأت أشك في علاقتهم مع بعض. تقولي علاقة غريبة مريبة، هما مش اخوات. تقولي لحد ما في مرة صدمة عمري أصبت بيها لما طلعت البيت ولقيتهم الاتنين مع بعض في البيت، وحسيت ان هما متلهوجين وفي شيء بيحصل. طبعا هي وقتها دخلت البنت وبدأت تتلفت يمين وشمال وحست انها مرتبكة، وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ راح قال لي انت في ايه بتعملي ايه يعني؟ قاعده معايا عادي، اختي قاعده معايا، في حاجه؟ جيتي فجأة كده ازاي وما خبطتش ليه؟ قلت له انا جيت عادي يعني، هو ايه اللي ما خبطتش ليه؟ وتقولي بدأت ابص لها من فوق لتحت وهي مرتبكه. خدت بعضها ودخلت الحمام فورا، اتأخرت حبة في الحمام. أنا هنا بقى أخدت ودخلت الأوضة معاه جوه أتكلم معاه. قلت له هو إيه اللي بيحصل؟ وضعها غريب عجيب وأنا مش مرتاحة. أنت كنت بتعمل إيه؟ طبعا بتقولي أنا بدأت خلاص بقى فتحه في الموضوع، إن أنا عرفت إنها مش أختك. أنا شاكة في، بتقولي أنا غصب عني شاكة. علاقتهم ببعض علاقة غريبة مش طبيعية. وكمان اللي سمعته من حماتي، ودايما هي على خلاف مع حد في التليفون بسبب البنت دي، ودايما خايفة، وكأن حماتي على علم باللي بيحصل،
وكأنها على دراية، فاضطرت انها في يوم من الايام تجوزني ابنها علشان تفصل ما بينها وما بينه، لكن ما فيش فصلان بيحصل، والولد والبنت طلعوا على علاقة كاملة مع بعض. تقولي انا صدمت. كانت بتترجاني انها تبقى قاعدة معانا في الأوضة، وكانوا عايزين يحسسوني ده عادي، عايزة تبقى نايمة في النص ياخدها في حضنه، عايزة تقعد تهزر معاه 24 ساعة، في وضع مريب عجيب باين. لحد ما بتقولي أنا واجهته وخدته الأوضة، قلت له أنا عايزة أعرف إيه اللي كان بيحصل. قال لي لا يا دي أختي. قلت له لا، دي مش أختك، أنا عارفة إنها مش أختك، دي كذا 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 كذا. قال لي أنت عرفتي منين؟ قلت له أنا عارفة كل حاجة، والبنت دي ما تخشش شقتي تاني يا إما أنا هتطلع. طبعا بتقولي صار عليا، قال لي أنت اتجننتي، أنت مش محترمة، دي أختي، ده احنا متربين مع بعض واحنا صغيرين، وحتى لو مفيش ما بيننا صلة رحم أو قرابة، دي لأ ما اقدرش أبصلها، وأنا شايفة تصرفاته وأفعاله غير تماما. طبعا دلوقتي هي بتقولي أنا على خلاف معاه، ورحت بيت أهلي وطلبت الطلاق، لأن أنا كده خلاص عرفت إن في واحدة معايا في البيت، وحماتي تكلمني تحلف لي بأيمانات الله إن هم إخوات، أقول لها ما حصلش، وريني الورق الرسمي، رافضة تماما. وفي سر رهيب ما بين الحما والبنت دي وابنها. بتقولي أنا دلوقتي قاعدة في بيت أهلي، طلبت منه إن إحنا يا إما ننفصل عن البيت ده نروح بيت تاني، يا إما أخته دي ما تخشش بيتي خالص، وهو ما ينزلش البيت طول ما هو لوحده. حطيت رولز وحطيت قوانين، هو رفضها تماما. تقولي أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا عروسة ما بقاليش شهر واكتشفت إن أنا حامل، أنا في كارثة بجد، والشيطان عمال يوسوس لي. ولما واجهت أمه باللي حصل، أمه رفضت تماما وقالت لي والله ما في الكلام ده، هم اخوات فعلا، ودي بنتي وهبقى اوريكي الإثباتات، بس ارجعي ومش ارجعي، وهخليهم يقللوا العلاقة مع بعض، يعني لو هم ما يطلعوش لبعض. بس بتقولي أنا فعلا اتصالحت ورجعت بيتي، ولكن أنا شفته بيتشات معاها على الموبايل وبيتصلوا ببعض 24 ساعة. أنا قلبي بياكلني وحاسة إن في الموضوع ده. فهي كانت بعتة تقول هو يعني جوزها ده قال لها اديني وقتي لحد ما أشوف شقة بره وانقلك بره، بس أنا دلوقتي مش هعرف أنقل عشان الظروف، وأنا لسه عريس جديد ولسه جايب الشقة، انا مش هعرف انقل، فمشي امورك، وانا صدقيني هقلل علاقتي معاها خالص مادام ده بيضايقك. فبتقولي دلوقتي هي في الطلعة والنازلة تبصلي من فوق لتحت، وبتقفل الباب في وشي، وحاسة انها بتتوعدلي، ودايما تتصل بيه وهو يرد عليها، وكأن في غيرة غريبة، وكل اللي على لسانه دي أختي بتحكي لي مشاكلها، وفعلا يفتح السبيكر ألاقيها عمالة تحكي له عن مشكلة. البنت تعبانة مش عارفة تعمل ايه في الموضوع ده، وبتقول أنا مش مجنونة، أنا متأكدة إني سمعت إن هما مش إخوات. كانت هي دي المشكلة اللي هي بعتاها، عايزة تعرف تعمل ايه. أولا انتي سمعتي كل الكلام ده، وحسيتي ان في شيء مريب في العلاقة، وحسيتي ان العيلة دي كلها عيلة غير سوية وعيلة مريبة، وبالرغم من كده انت اديتي اعذار ومكملة. هنقول عشان انت حامل وممكن يكون عندك هرمونات فبتستشعري، بس فعلا اللي انت حكيتيه
عن ان طلبت منك كل الطلبات دي ودايما بتتلزق فيه ودايما قاعدة معاه، لا دي كلها ظنون او شكوك او خيوط توريكي ان اللي انت سمعتيه صح. انا من وجهة نظري ان مفيش علاقة اخ باخته تبقى بالقوة الرهيبة دي الا اذا كان في شيء ما، خصوصا انها بتقول انا متأكدة سمعت وعرفت انها مش اخته الشرعية وانها بالتبني، يعني من اللي هي استوعبته من الكلام استنتجته كله وراحت الاستنتاج او طريقة الكلام تدل على انها كده. فطبعا بتقول انا دلوقتي تعبانة وقاعدة في البيت عنده، بس علاقته بيها غريبة وهو رافض ان هو يعني ما يردش عليها، بيقول دي اختي انتي اتجننتي وعامل معايا مشاكل دلوقتي، بيقولي ما بيجيش، بس انا بتقولي ظنون بتاكلني في قلبي ان هما قد يكونوا بيتقابلوا بره في شيء، بتقولي انا مش مرتاحة، انا مش مرتاحة بالمرة. فهي عايز تعرف تعمل ايه. انا من وجهة نظري ان العلاقة دي كلها فيها شيء فعلا غريب، ومادام انت حسيتي ان الوضع مش سوي يبقى انت كلامك صح، لان لازم نصدق قلبنا واحساسنا يا جماعة، على فكرة بيطلع صح، لان الموضوع لو كان سوي من الاول ما كانتش شكت كل الشكوك دي. هي مش عبيطة ولا حد فينا عبيط هيشوف حاجة عادية وهيتكلم، لا هي بيبقى فيه تصرفات مش عادية مش مفهومة. هي بالفعل لو طلعت أخته بالتبني يعني متبنينها تربوا مع بعض ممكن يحصل بينهم حاجة، فهم مش قادرين يبعدوا عن بعض، بس في نفس الوقت واضح إن الأم كانت مدارية السر ده ومقفلة عليه مش عايز تقول لحد، فمش قادرة تفصل ما بين الاتنين. قرارك انك تبعدي وتروحي بيت تاني ده صح، لكن فكرة ان لسه في تواصل خليكي على يقين انها ممكن يكون في شيء ما بينهم. فهنا القرار قرارك. انا من وجهة نظري يعني انا مش عارفة في ناس ممكن تأيدها ولا لا، بس انا شايفة انك تنفصلي، يا اما تحطيه قدام الامر الواقع وتقولي له انا عايز اشوف اوراقها الرسميه مادام بتقول ان هي اختك، وتشوفي اوراقها. هو لو بجد عايز يكمل معاكي وعايزين يريحوا قلبك يوروكي اوراقها الرسميه ويحكولك على الحقيقه لو كان في شيء فعلا في ظنونك. بس انا شايفه ان هما بيخبوا وبيداروا وعايزين يداروا ومش عارفين. وربنا عمال بيكشف لك كل حاجة قدامك. أنا من رأيي اخلعي من دلوقتي، حتى لو انت حامل ده نصيبك وقدرك، أحسن ما تتصدمي في البلاوي. وحكيتي حاجات في الرسالة أنا مش قادرة أحكيها قوي لأن أنا بقرف لما بحكي كلام زي ده. هي البنت شافته، فكل دي ظنون وكل تصرفات ما لفتتش نظرك لحاجة. لا انتي صح مش غلط. انا شايفة ان دي علاقة صعبة. اقطعي وروحي اقعدي في بيت اهلك واحكي لاهلك على اللي حصل كله وانفصلي. ولو هو مش راضي يطلق يبقى لازم يبقى فيه رولز وفيه قواعد تمشي عليها، انك تاخدي بيت بره وتعيشي بره، ما تعيشيش معاه في نفس العمارة أو معاها ومع أمه، وشوفي تصرفاته. انت كده كده حامل منه، كملي معاه، شوفي اتعدل تمام ما تعدلش يبقى اطلب الطلاق. أنا ده وجهة نظري. عايزة أسمع رأيكم، هل في علاقة أخ بأخته تبقى بالطريقة دي؟
أسمع آرائكم في الكومنتات. اللي عنده مشكلة يبعتها لنا عشان نتواصل معاه. أشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة، في أمان الله. إيه اللي ممكن يخلي أخت الزوج إنها تطلب الطلب البجح ده من زوجة أخوها وبكل بجاحة وبكل جراءة؟ تقول لها إيه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة لو سبتيني الليلة دي انام في النص ما بينكم؟ انا لا حس ولا خبر يا شيخة، انا مش هعمل اي صوت خالص. فعلا ايه المشكلة لما تسيبيها تنام في النص؟ فعلا ايه المشكلة لما كل زوجة اخ تسيب اخت جوزها يتنام في النص ما بينهم؟ انتوا يا جماعة مكبرين المواضيع اوي كده ليه؟ اسمعوا اللي حصل. اللي بعتها النهاردة المشكلة بتاعتها دي بتقولي أنا وقعت مع عيلة غريبة من نوعها، أنا هموت من اللي بيحصل، أنا مقهورة، أنا مش مصدقة نفسي. أول مرة أشوف علاقة أخ وأخته بالطريقة البجحة دي. بتقولي كان قبل الجواز شيء وبعد الجواز بقى شيء تاني خالص. أخته 24 ساعة قاعدة عندنا في البيت بحجة إنها وحيدة وما عندهاش إخوات وهو أخوها المقرب، وبحجة إن عيب إن نسيب أختي تحت لوحدها قاعدة مع ماما وما تطلعش تقعد معانا. هو ينفع إن ليلة الدخل أخته تبقى قاعدة معانا في البيت؟ فضلت قاعدة معانا لحد الصبح وهو ولا على باله، وكل اللي قالهولي معلش يا حبيبتي هبقى أعوضك اليوم ده، بس خليها قاعدة عندي الليلة دي فرحانة أوي. وفضلت بايتة عندنا في البيت فعلا شوية وتخبط باب الشقة علينا عشان عايز تيجي تتغدى معانا، وخدي على كده بقى تقضي اليوم كله عندنا. تخش اوضتي تلبس هدومي، احاول ابين لها انا متضايقه، بتتعامل على انه بيت اخوها بقى وحاجه اخوها. وصلت بيها البجاحه ان دهبي تلبسه وتخرج بيه. ولما امسكها وهي على السلم اقول لها هو دي مش السلسله بتاعتي؟ تقولي اه ما انا خدتها من التسريحة فوق، انا هلبسها واخرج بيها وارجعها لك ما تقلقيش. لحد ما في مرة قفشت قلت لزوجي ازاي اختك تاخد دهبي تخرج بيه؟ قال لي ايه المشكلة؟ ما تسيبيها تخرج بيه، ده انا اللي جايبه، انا جايبه لينا كلنا نستمتع ونلبس، دي اختي ما تخافيش هي امينة جدا وهتحافظ عليه ما تقلقيش. قلت له لا انا مش قصدي حاجة، انا بس خايفة يقع منها. قال لي ايوه ما انت قصدك ايه؟ اوعي تكوني فاكرة يعني قصدي كلمة يعني فاكرة كلمة امينة دي هتسرقك، لا انا قصدي امينة انها مش هتضيع الذهب، لكن اختي مش حرامية. قلت له لا انا ما قلتش اختك حرامية، انا قصدي يعني ان ده ذهب يعني ذهبي. قال لي وانا بقولك ما تقلقيش اي شيء هيحصل انا هعوضك، سيبيها تاخد اللي تاخده، ودايما سيبيها تفتح دولابي تاخد فلوس من شنطة ايدي وتقولي اخويا قال لي خدي، ولما اقول لها طب بعد اذنك قوليلي تقولي ما احنا عادي يعني، وتزعل وتتقمص. الاقيه كلمني يقول لي ايه المشكله لما تفتح الشنطه تاخد؟ انا حاطط الفلوس دي في شنطتك لينا كلنا، واختي مش غريبه، بعد اذنك بطلي الحزازيات اللي ما بينك وما بينها، اتعاملي كده مع اي حد الا اختي. اخته مديها كل الصلاحيات اللي في الدنيا يا جماعة. تخيلي انت متجوزة جوزك مدي صلاحيات لاخته في كل حاجة،
حتى غرفة النوم أدق التفاصيل تخش جوه وتعرفها. تقولي أنا عروسة ما بقاليش شهر وعلى الوضع ده، أخته معانا في البيت ليل نهار، خلافاتي كلها معاه بسبب أخته، أنا ما بلحقش أتخالف معاه. كل شوية أخته عايزة تيجي تقعد معانا. بتقولي ده وصلت إن إحنا كنا قاعدين مع بعض قعدة رومانسية، باب الشقة خبط لقيته قام فزع وراح لبس ودخل أخته. اقعدي يا أختي اقعدي. بتقولي أنا هموت وأعرف إيه القوة اللي ما بينهم في العلاقة الأخوية، إن بالطريقة دي يحترمها ويقدرها قوي كده. بتقولي أنا شاكة إن في شيء بس مش قادرة أحط إيدي على الشيء ده. بتقولي طبعا تخش المطبخ تطبخ اللي هي عايزاه وتاكل اللي هي عايزاه وتاخد من البيت وتنزل تحت ومامتها تطلع فوق، بس أخته هي اللي قاعدة عندنا النهار. بتقولي وضع مريب حكيم، لحد ما في يوم أنا صدمت واتفاجئت بالصدفة البحتة لما عرفت إن دي مش أخته. قلت لها يعني إيه مش أخته؟ قالت لي يعني مش أخته، وده اللي كان مأكد ظنوني ومخليني شاكة. قلت لها أنا مش فاهمة بجد. بتقولي مامة زوجي اللي هي حماتي زمان قوي لما اتجوزت اتأخرت في الخلفة جدا، وكان نفسها في طفل بأي طريقة. راحت الملجأ واتبنت الطفلة دي وأخدتها من دار الأيتام، ربتها عندها لحد بعد ما عدى 7 سنين حملت في ابنها اللي هو زوجي دلوقتي. فدي كده أصبحت أخته، ولكن شرعا ودينا هي مش أخته، لا راضعين على بعض ولا هما من بطن واحدة، يعني دي مش أخته. طبعا هتقولولي انت عرفتي الموضوع ده منين؟ بتقولي البنت أنا من طريقة الكلام والحوارات اللي دايرة في البيت. أنا في مرة سمعت حماتي بتتكلم على بنتها بصيغة إنها مش بنتها، والورث ومش الورث، وهندخلها في الورث إزاي، والبنت مش بنتي ومش عارفة إيه. تقولي أنا هنا استوعبت ولميت الموضوع كله. تقولي طبعا أنا آخر واحدة يعلم الموضوع ده في البيت، وهنا بدأت أشك في علاقتهم مع بعض. تقولي علاقة غريبة ومريبة، هما مش اخوات. تقولي لحد ما في مرة صدمة عمري أصبت بيها لما طلعت البيت ولقيتهم الاتنين مع بعض في البيت، وحسيت ان هما متلهوجين وفي شيء بيحصل. طبعا هي وقتها دخلت البنت وبدأت تتلفت يمين وشمال وحست انها مرتبكة، وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ راح قال لي انت في ايه بتعمل ايه يعني؟ قاعده معايا عادي، اختي قاعده معايا، في حاجه؟ جيتي فجأة كده ازاي وما خبطتش ليه؟ قلت له انا جيت عادي يعني، هو ايه اللي ما خبطتش ليه؟ وتقولي بدأت ابص لها من فوق لتحت وهي مرتبكه. خدت بعضها ودخلت الحمام فورا، اتأخرت حبة في الحمام. أنا هنا بقى أخدت ودخلت الأوضة معاه جوه أتكلم معاه. قلت له هو إيه اللي بيحصل؟ وضعها غريب عجيب وأنا مش مرتاحة. كنت بتعمل إيه؟ طبعا بتقولي أنا بدأت خلاص بقى فتحه في الموضوع، إن أنا عرفت إنها مش أختك. أنا شاكة في، بتقولي أنا غصب عني شاكة. علاقتهم ببعض علاقة غريبة مش طبيعية. وكمان اللي سمعته من حماتي، ودايما هي على خلاف مع حد في التليفون بسبب البنت دي،
ودايما خايفة، وكأن حماتي على علم باللي بيحصل، وكأنها على دراية، فاضطرت انها في يوم من الايام تجوزني ابنها علشان تفصل ما بينها وما بينه، لكن ما فيش فصلان بيحصل، والولد والبنت طلعوا على علاقة كاملة مع بعض. تقولي انا صدمت. كانت بتترجاني انها تبقى قاعدة معانا في الأوضة، وكانوا عايزين يحسسوني ده عادي، عايزة تبقى نايمة في النص ياخدها في حضنه، عايزة تقعد تهزر معاه 24 ساعة، في وضع مريب عجيب باين. لحد ما بتقولي أنا واجهته وخدته الأوضة، قلت له أنا عايزة أعرف إيه اللي كان بيحصل. قال لي إيه اللي هيحصل؟ دي أختي. قلت له لا، دي مش أختك، أنا عارفة إنها مش أختك، دي كذا 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 كذا. قال لي أنت عرفتي منين؟ قلت له أنا عارفة كل حاجة، والبنت دي ما تخشش شقتي تاني يا إما أنا هتطلع. طبعا بتقولي صار عليا، قال لي أنت اتجننتي، أنت مش محترمة، دي أختي، ده احنا متربين مع بعض واحنا صغيرين، وحتى لو مفيش ما بيننا صلة رحم أو قرابة، دي لأ ما اقدرش أبصلها، وأنا شايفة تصرفاته وأفعاله غير تماما. طبعا دلوقتي هي بتقولي أنا على خلاف معاه، ورحت بيت أهلي وطلبت الطلاق، لأن أنا كده خلاص عرفت إن في واحدة معايا في البيت، وحماتي تكلمني تحلف لي بأيمانات الله إن هم إخوات، أقول لها ما حصلش، وريني الورق الرسمي، رافضة تماما. وفي سر رهيب ما بين الحما والبنت دي وابنها. بتقولي أنا دلوقتي قاعدة في بيت أهلي، طلبت منه إن إحنا يا إما ننفصل عن البيت ده نروح بيت تاني، يا إما أخته دي ما تخشش بيتي خالص، وهو ما ينزلش البيت طول ما هو لوحده. حطيت رولز وحطيت قوانين، هو رفضها تماما. تقولي أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا عروسة ما بقاليش شهر واكتشفت إن أنا حامل، أنا في كارثة بجد، والشيطان عمال يوسوس لي. ولما واجهت أمه باللي حصل، أمه رفضت تماما وقالت لي والله ما في الكلام ده، هم أخوات فعلا، ودي بنتي وهبقى أوريكي الإثباتات، بس ارجعي ومش ارجعي، وهخليهم يقللوا العلاقة مع بعض، يعني لو هم ما يطلعوش لبعض. بس بتقولي أنا فعلا اتصالحت ورجعت بيتي، ولكن أنا شفته بيتشات معاها على الموبايل وبيتصلوا ببعض 24 ساعة. أنا قلبي بياكلني وحاسة إن في الموضوع ده. فهي كانت بعد تقول هو يعني جوزها ده قال لها اديني وقتي لحد ما اشوف شقة بره وانقلك بره، بس انا دلوقتي مش هعرف انقل عشان الظروف، وانا لسه عريس جديد ولسه جايب الشقة، انا مش هعرف انقل، فمشي امورك، وانا صدقيني هقلل علاقتي معاها خالص مادام ده بيضايقك. فبتقولي دلوقتي هي في الطلعة والنازلة تبصلي من فوق لتحت، وبتقفل الباب في وشي، وحاسة انها بتتوعد لي، ودايما تتصل بيه وهو يرد عليها، وكأن في غيرة غريبة، وكل اللي على لسانه دي أختي بتحكي لي مشاكلها، وفعلا يفتح السبيكر ألاقيها عمالة تحكي له عن مشكلة. البنت تعبانة مش عارفة تعمل ايه في الموضوع ده، وبتقول أنا مش مجنونة، أنا متأكدة إني سمعت إن هما مش إخوات. كانت هي دي المشكلة اللي هي بعتاها، عايزة تعرف تعمل إيه. أولا أنتي سمعتي كل الكلام ده، وحسيتي إن في شيء مريب في العلاقة، وحسيتي إن العيلة دي كلها عيلة غير سوية وعيلة مريبة، وبالرغم من كده أنت اديتي أعذار ومكملة. هنقول عشان انت حامل وممكن يكون عندك هرمونات فبتستشعري، بس فعلا اللي انت حكيتيه
عن ان طلبت منك كل الطلبات دي ودايما بتتلزق فيه ودايما قاعدة معاه، لا دي كلها ظنون او شكوك او خيوط توريكي ان اللي انت سمعتيه صح. انا من وجهة نظري ان مفيش علاقة اخ باخته تبقى بالقوة الرهيبة دي الا اذا كان في شيء ما، خصوصا انها بتقول انا متأكدة سمعت وعرفت انها مش اخته الشرعية وانها بالتبني، يعني من اللي هي استوعبته من الكلام استنتجته كله وراحت الاستنتاج او طريقة الكلام تدل على انها كده. فطبعا بتقول انا دلوقتي تعبانة وقاعدة في البيت عنده، بس علاقته بيها غريبة وهو رافض ان هو يعني ما يردش عليها، بيقول دي اختي انت اتجننتي وعامل معايا مشاكل دلوقتي، بيقولي ما بيجيش، بس انا بتقولي ظنون بتاكلني في قلبي ان هم قد يكونوا بيتقابلوا بره في شيء. بتقولي انا مش مرتاحة، انا مش مرتاحة بالمرة. فهي عايز تعرف تعمل ايه. انا من وجهة نظري ان العلاقة دي كلها فيها شيء فعلا غريب، ومادام انت حسيتي ان الوضع مش سوي يبقى انت كلامك صح، لان لازم نصدق قلبنا واحساسنا يا جماعة. على فكرة بيطلع صح، لان الموضوع لو كان سوي من الاول ما كانتش شكت كل الشكوك دي. هي مش عبيطة ولا حد فينا عبيط هيشوف حاجة عادية وهيتكلم، لا هي بيبقى في تصرفات مش عادية مش مفهومة. هي بالفعل لو طلعت أخته بالتبني يعني متبنينها تربوا مع بعض ممكن يحصل بينهم حاجة، فهم مش قادرين يبعدوا عن بعض، بس في نفس الوقت واضح إن الأم كانت مدارية السر ده ومقفلة عليه مش عايز تقول لحد، فمش قادرة تفصل ما بين الاتنين. قرارك انك تبعدي وتروحي بيت تاني ده صح، لكن فكرة ان لسه في تواصل خليكي على يقين انها ممكن يكون في شيء ما بينهم. فهنا القرار قرارك. انا من وجهة نظري يعني انا مش عارفة في ناس ممكن تأيدها ولا لا، بس انا شايفة انك تنفصلي، يا اما تحطيه قدام الامر الواقع وتقولي له انا عايز اشوف اوراقها الرسميه مادام بتقول ان هي اختك، وتشوفي اوراقها. هو لو بجد عايز يكمل معاكي وعايزين يريحوا قلبك يوروكي اوراقها الرسميه ويحكولك على الحقيقه لو كان في شيء فعلا في ظنونك. بس انا شايفه ان هما بيخبوا وبيداروا وعايزين يداروا مش عارفين. وربنا عمال بيكشف لك كل حاجة قدامك. أنا من رأيي اخلعي من دلوقتي، حتى لو انت حامل ده نصيبك وقدرك، أحسن ما تتصدمي في البلاوي. وحكيتي حاجات في الرسالة أنا مش قادرة أحكيها قوي لأن أنا بقرف لما بحكي كلام زي ده. هي البنت شافته، فكل دي ظنون وكل تصرفات ما لفتتش نظرك لحاجة. لا انت صح مش غلط. انا شايفة ان دي علاقة صعبة. اقطعي وروحي اقعدي في بيت اهلك واحكي لاهلك على اللي حصل كله وانفصلي. ولو هو مش راضي يطلق يبقى لازم يبقى فيه رولز وفيه قواعد تمشي عليها، انك تاخدي بيت بره وتعيشي بره، ما تعيشيش معاه في نفس العمارة أو معاها ومع أمه. وشوفي تصرفاته، انت كده كده حامل منه، كملي معاه. شوفي اتعدل تمام، ما تعدلش يبقى اطلب الطلاق. أنا ده وجهة نظري. عايزة أسمع رأيكم، هل في علاقة أخ بأخته تبقى بالطريقة دي
أسمع آرائكم في الكومنتات. اللي عنده مشكلة يبعتها لنا عشان نتواصل معاه. أشوفكم في يوم جديد وحلقة جديدة، في أمان الله.